خلينا بس سريعا نقول أزمة عماد متعب. يعني النهارده طلع أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي وقال إن متعب تجاوز في حق النادي لأنه خرج لإحدى الفضائيات وتحدث بطريقة غير لائقة، برغم إن هو كانش عنده إذن من مدير الكورة إن هو يطلع يتكلم، وقال إن متعب قيمة كبيرة مفيش كلام، ولكن التجاوز في حق النادي أمر غير مسموح به. وقال إنه حسام البدري هيعقد جلسة مع متعب بعد عودته من كندا مباشرة عشان يشوف ايه الاسباب اللي خلته غاضب ويشوف مستقبل عماد متعب مع النادي الاهلي. طبعا يعني متعب مهما اتكلمنا عنه كتاريخ مش هنوفيه حق، ولكن كرة القدم ما فيهاش حاجة اسمها لا تاريخ ولا جغرافيا ولا تربية وطنية ولا اي حاجة، فيها النهاردة انا ايه. امبارح انا كنت الهداف العظيم اللي النهارده لو انا في نفس الحاله خلاص مدير فني بيديني، لو انا مش في نفس الحاله مش هلاعبك عشان كان تاريخك كذا. اذا المحدد الوحيد لامكانيه اشراك عماد متعب هو المدير الفني بتاعه. هو اداله في مباراه النادي المصري، ودي مباراه مش سهله، من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 65 ربما عماد متعب ما كانش موفق فيهم، هنقول عشان بعيد عن المباريات. طيب هل النادي الاهلي يتحمل انه يدي فرصه للاعب بعيد عن المباريات 3 4 5 مباريات عشان يجيب مستواه؟ ده اذا جاب مستواه. في النادي الاهلي او في نادي الزمالك الكلام ده ما يمشيش. ليه؟ لانه مطالب بنتائج، مطالب انه يكسب باستمرار، مطالب انه ياخد بطولات باستمرار. اذا ما عندوش فرصه ان هو يتحمل حاجه. اذا ليس امام عماد متعب الا الالتزام وفقا لتعليمات المدير الفني. طيب انا اديته نصيحه قبل كده اكتر من مره الحقيقه عبر الهواء مباشرة، وقلت له يا عماد انا وجهة نظري الشخصية فرصتك في المشاركة الحقيقية بما يتناسب مع تاريخك في النادي الاهلي تكاد تكون غير موجودة بوضوح، لان النهاردة في وليد ازارو وهو هداف كبير جدا في الدوري المغربي وعنده 20 سنة وحاجة طلقة، في طبعا اجاي ده موجود، في مروان محسن ده راجع، في عمرو جمال ده لسه صغير، يعني في طابور قبل ما عماد متعب ياخد فرصته الطابور ده كله هيلعب. ده معناها انه هل هيلعب عماد؟ انا بقول لكم الاجابه لا. فانا وجهت له نصيحه قلت له امامك احد امرين، اما ان انت تعتزل في النادي الاهلي وده حقك الطبيعي والنادي الاهلي يامن لك مستقبلك، او ان انت تبحث عن فرصه مشاركه في نادي اخر، وعنده اوفر جاد وحقيقي من نادي وادي دجله. ده اللي قاله لي ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله اللي احنا في انتظار عماد متعب، وصرح بيه الكابتن احمد حسام ميدو ان هم عايزين يتعاقدوا مع عماد حال ان هو قرر هذا. اذا عندك فرصه لعب لو عايز تلعب، عندك فرصه اعتزال لو عايز تعتزل، لكن وجودك في النادي الاهلي يا عماد بهذا الوضع وكل يوم مشكله، وكل يوم لا مش هلعب، وكل يوم انزل لا مش هسخن، وكل يوم ما بيلعبونيش، ده لا يليق باسمك ولا بتاريخك. قصة يا جماعة باختصار قصة مادية بحتة. عماد متعب عقده في النادي الاهلي 5 مليون، وادي دجلة عارض على عماد متعب 3 مليون، الفرق 2 مليون، كلها مسائل تتعلق بالمادة. عماد مش هتقدر تاخد كل حاجة، مش هتقدر تاخد ال5 مليون وتلعب، عايز تلعب اكتفي بال3 مليون والعب، عايز تبطل انت حر، عايز تقعد في النادي الاهلي بدون اثاره مشاكل وتاخد 5 مليون ايضا هذا هو قرارك. مش عايز اكون قاسي على عماد لان عماد لعيب كبير والجمهور بيحبه وانا واحد من جمهوره، لكن كمان ما ينفعش على الاطلاق انه كل يوم والتاني يبقى في مشاكل سببها انه عماد مش هيسخن، عماد عايز يلعب. عماد زعل لما لقى وليد ازارو اللي جاي لسه من امبارح بيسخن وبيلعب وهو ما بيلعبش. خلينا نستنى لغايه يوم 27 يونيو لما يرجع البدري اللي وفقا لمعلوماتي طلب الاستغناء عن عماد متعب لاثارته للمشاكل باستمرار وتصديره لامور النادي الاهلي في غنى عنها تماما.